مساء الخير. إيه الاخبار؟ كله تمام. ماشي. والله يا جماعه انا كنت جاي النهارده اتكلم بقى عن التلوث السمعي في مصر. كنت بتكلم عن الدوشه. آه، انا قاعد في منطقه عاديه جدا. انا قاعد في دور عالي، مش قاعد في دور تاني او تالت، قاعد في دور فوق. ورغم كده انا عايز اقول لك ان انا يوميا ببقى سامع شويه حاجات تزعل والله، وتقلق وتزعج وما تنفعش. ما تنفعش، هقول لك ليه. اول حاجه الناس اللي ليل نهار معلية الكاسيت تحت في التكاتك والتريسيكلات والكلاكسات بدون أي داعي. هو ماشي بيعمل كلاكس، هو بيعمل سيمفونية. هو ماشي بيغني بيدندن بالكلاكس. إزعاج ليل نهار ليل نهار. صوت المكن والعيال اللي مركبة شكمانات ورا، وتقعد ترفع حسنها في الشارع وبتاع. الناس دي أقسم بالله العظيم تلاتة، حرام عليكم يا جدعان والله. مفيش كلام يتقال فيكم، أقسم بالله. أنت بتأذي الناس بكل شكل من الأشكال. بتأذي الناس بتصرفك في الشارع، بتأذي الناس بإنك بتعمل صوت عالي. بتأذي الناس بإنك بتأذي نفسك أنت كمان، بتأذي الناس لأن أنت ممكن بحركة من حركاتك دي تموت حد، عيل معدي الشارع، ولا واحدة معدية، ولا راجل عجوز، ولا أي حد عادي، ولا تكسر عربية، ولا أي حاجة وارد. وأنت ما أنتش نينجا يعني، أنت ماشي على الهوا يا بيه. ماشي على الهوا والله. تاني حاجة بقى يا جدعان، التكاتك. انت اقسم بالله العظيم تلاتة. يا جدعان هو لازم يا جدعان التكاتك دي تبقى في اماكن معينة، تبقى في قرى معينة، نجع معين. انما ما تنفعش تبقى في مدن. اولا هي شكلها ما ينفعش تبقى في مدينة، لا يليق بمدينة، بيبوظ الشكل العام للمدينة. جميل. تاني حاجة مزعجين جدا التيك توك، اصلا هو كله على بعضه ايه مش عارف، كام سنتي في كام سنتي. وتلاقيه حاطط لك سب اوفر، ومركب لك ومسقط لك تلات اربع سماعات بايونير. انت بتعمل ايه يا عم انت؟ ومعلي على الاخر، انت بتعمل ايه؟ انت في إيه يا عم انت؟ ما ينفعش والله. وعايز اقول بقى رسالة كمان للناس اللي بتعمل، انا اسف يعني، الافراح والحنة وحتى العزاء في الشارع. طب انت ما جاش في بالك مثلا انت ممكن بالصوت العالي اللي انت عامله في قلب الشارع ده، ممكن ما جاش في بالك ان ممكن يكون في واحد فوق مريض؟ ما جاش في بالك ان ممكن يكون في واحد فوق عنده مذاكرة وعنده امتحان؟ في ناس دلوقتي كتير بتشتغل اونلاين، ما عندكش. ما جاش في بالك انك ممكن تكون بتعطل واحد عنده شغل اونلاين، وينزل يسيب بيته عشان خاطر يروح في اي حتة يشتغل ولا يذاكر، الناس اللي تعبانة دي. يا عم والله العظيم تلاتة حرام. أنا متأكد إن التصرفات دي لا تجوز، غير آدمية بالمرة. أنت ما أنتش قاعد في الحتة دي لوحدك، اللي أنت بتنصب فيها فراشة وعزا وفرح وحنة. أنت ما أنتش ساكن فيها لوحدك، أنت ساكن وسط بشر. احترم الناس. الناس كتير حواليك، أنت ما أنتش عايش لوحدك. لازم تحترم الناس، وتعرف ان انت يعني خليك في حالك، بس لازم برضه تحترم ان انت ما انتش عايش لوحدك. يعني انت كنا بنتكلم في حاله خصوصيه ان انت خليك في حالك. مش معنى خليك في حالك ان انت بقى تتعامل على كيفك يعني. لا، خليك في حالك انك تحترم خصوصيات الناس، وفي نفس الوقت تبقى مقتنع وعارف ان انت ما انتش لوحدك. انت في جيران جنبك، في ناس جنبك، في ناس مريضه جنبك، في ناس بتذاكر جنبك، في ناس بتشتغل جنبك. وال ما ينفعش يا جدعان والله. يعني الكلام ده كله ازعاج على الفاضي، ازعاج على الفاضي. الكلاكسات دي، انت بتشغل كلاكس ليه؟ الكلاكس ده اقسم بالله في اي دوله تانية بره الكلاكس بدون سبب مخالفه. الكلاكس بدون سبب مخالفه معروف. الناس بقى عندنا في مصر تك 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 تك. ايه يابا؟ بتتكلم بالكلاكس، انت بتتكلم بالكلاكس وبتشكر بالكلاكس وبتزعق له بالكلاكس وبتشتمه بالكلاكس وبترقص بالكلاكس وبتفرح بالكلاكس. انت في ايه يعني؟ كفايه كلاكسات يابا. احترم الناس، احترم الناس زي ما انت عايز الناس تحترمك. ما هو انت مش هتبقى مبسوط لما تبقى نايم وتلاقي والناس اللي بتبقى ماشيه بتاعت اي حاجه قديمه للبيع ده. طب يا معلم طب ما تأجر في دكان. ما هو بقى لو كل واحد عايز يبيع حاجه يمشي بعربيه يقعد يزعق فيها، والناس بتوع الخضار والفاكهه وبتاع. انت بتعمل ايه يا عم انت؟ طب ما انت بتبقى ماشي وشايف ناس قاعده بخضار وفاكهه، بتزعق ليه؟ طب ما هم كمان ما بيزعقوش، انت بتزعق ليه انت؟ ما انتش قادر تأجر محل يعني فبتمشي بالعربيه؟ طب ما انت بتدفع بنزين قد كده، ده انت ليل نهار بتلف وعمال بتعمل يعني. انت في ايه؟ ما هو كلام مش مقنع يعني. ده عندنا في مصر يعني اللي عايز يقف في حته بيقف فيها، ما انت فاهم. ما مش حوار يعني.
ودي حاجة غلط برضو، يعني مش حاجة صح للأسف، هي دي كمان حاجة غلط. بس انت بتبقى ماسك الميكروفون وشغال، الله ينور. انت بتعمل ايه؟ في ناس نايمة يا عم والله، في ناس بتذاكر، في ناس مريضة، في ناس بتشتغل دلوقتي كتير من البيت، اللي بيدي كورس، اللي عنده حصة، ايا كان بقى. او حتى لو مفيش سبب يا عم، انا مش عايز ازعاج، انا شخص ما بحبش الازعاج. لازم تحترم الناس وتعرف ان انت ما انتش عايش لوحدك. افرح على قدك، احسن على قدك يا عم. انت في اماكن مخصصه للكلام ده، في قاعات مخصصه للكلام ده، سواء العزاء او الفرح. ما انتش مقتدر ومعاك حاجه نص نص، ما تعملش يا عم النص نص ده، وفره. وفره يا عم انت، وكرسيين زياده في البيت من جارك، استاذن جارك في كرسيين زياده، واعمل يا عم الحنه او اعمل فرح وعلى قدك. مش لازم نبقى شعب اوفر في كل حاجه. احنا اوفر في كل حاجه، خصوصا في حوار الافراح ده كمان بالذات. يعني مش هينفع كده يا جماعه والله. ف لو انت بتسوق امان عليك بلاش كلاكس. لو انت معاك توك توك اختار اماكن معينه تشتغل فيها، ولو انت خلاص راكب دماغك وهتمشي عافيه ومفيش حد بيحاسبك، ما تمشيش مخالف على الاقل. ما تعملش دوشه يعني. كل عيش وخلاص، بلاش دوشه. بلاش دوشه، ابوس ايدك. وانت يا عم انت اللي بترفع، انت بطاير، انت باتمان، انت على الفيسبا ولا على المكنه. انت بتكلم في الصح والله. لو انت شايف ان انا بتكلم في الغلط، ما عادي، ما تشكر يا عم حبيبي، ماشي خلاص. احنا نفضل زي ما احنا كده، نفضل زي ما احنا كده، بالازعاج والصداع والكلاكسات ما هو انا يا جدعان لازم في حاجات كتير، والله العظيم عندنا غلط يعني موجوده عايشين بيها. الحاجات دي طب تخيل كده انت بتصحى مفيش زباله في الشارع، تخيل مفيش دوشه، تخيل مفيش دوشه، مفيش كلاكسات غير للضروره. يعني واحد بيكلكس لحد حرفيا في حاجه هيخبطه بتاع مش عارف ايه، للضروره، لسبب. هو معمول في العربيه لسبب، مش معمول عشان خاطر اعزف بيه في العربيه، هو مش لعبه. تخيل ان انت بتمشي في الشارع كل واحد في حاله، محدش شاغل باله غيره. تخيل ان كله يعني بزمانك مش هتبقى انت مبسوط. والله يا عم هتبقى نفسيتك مبسوط. حتى لو شغلك بعيد، حتى لو انت عندك مشاكل في البيت، مش هيبقى كله، مش هيبقى بره وجوه يا جدعان، مش هيبقى بره وجوه. يعني الرحمه حلوه، فاحنا ايه، مع بعضينا بقى، ما هو مش واحد لوحده، احنا مع بعض بقى كلنا. ماشي. يلا سلام.